السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ اخباركم ايه حبايب قلبي؟ كل سنة وانتوا كلكم طيبين. طبعا انا عايزة اقولك ان مفيش بيت بيستغنى عن المنتج ده ابدا. واحدة زي حالاتي كده تحط الغسيل وتنساه تاني يوم، فلازم لما اجي انشره اقوم عاملاه كده بشوية دوني. طبعا دلوقتي الاسعار بقت بجد بجد فظيعة. عمري ما عملته في البيت، بس اللي خلاني اعمله في البيت الاسعار النار. ان ازاي 2 رتل دوني انت بتتكلمي دلوقتي في مبلغ اكتر من 100 جنيه. وعايزه اقول لك ان اللي انا عملته ده مش مكلفني غير حوالي كده بالظبط 30 جنيه. عايزه اقول لك ان انا مليت الطبق ده كله دوني بالتقل اللي انت شايفاه ده. يعني بصي كام رتل، عدي كده اضربي بقى، ده بيشيل 3 رتل زيت العلبة دي. يعني ادي كده 12، والعلبة اللي في النص 2 15، وادي رتل موجود جوه الكيس. يعني انت بتتكلمي قولي ماكسيموم كده 15 رتل. ما شاء الله تبارك الله، بريحة بجد عظمة. والريحة اللي انت تختاريها هي اللي انت هتجيبيها من عند الايه، من عند الراجل. تعالي بقى كده اقولك الوصفة الجامدة دي. هتروحي عند الراجل وتقولي له انا عايزة اول حاجة واغلى حاجة هي الريحة اللي انت عايزاها. وعايزة العجينة، يعني انا جايبة بحوالي 10 جنيه عجينة، وجايبة الاسانس دوت او الريحة اللي انا اخترتها ريحة الياسمين جايباها ب20 جنيه. واللون ده زي ما انت عايزة، احنا جبنا ب3 جنيه لون ومش هنستخدمه كله. بس العجينة يا جماعة، واهم حاجة الريحة، وهي اغلى حاجة. العجينة دي بقى انت بتحطيها، المفروض ان انت هتحطيها في 5 رتل مية، وبعد كده هنزود حبة بحبة واحنا شغالين. ادي 5 رتل مية هنمسكهم كده. اهم حاجة بقى في الشغلانة دي ايه؟ التقليب. كل ما قلبتي كل ما صلاة النبي كده اداكي تقل ما حصلش. كل ما تقلبي اكتر كل ما يديكي تقل اكتر. بصي هنا بقت تقيلة ازاي، بقت عاملة كده زي قوام الكيكة. بصي بقى القوام بتاعها عامل ازاي. انزلي بقى كده، خدت حوالي 10 دقايق تقليب. في ناس طبعا ممكن تقلبها بالمضرب بتاع البيض وتنجز وقتها. انا تنيتني اقلب بقلب المضرب السلك. حطيت الريحة، ادي ب3 جنيه لون، مش هنحط كله عشان طبعا احنا عايزين اللون يكون مش غامق قوي، مش ازرق يعني. عايزينه يبقى زي اللون الدوني اللي احنا بنشتريه من بره. انت بتروحي للراجل بقى بتقولي له انا عايزه الاسانس اللي هي الريحه اللي انت عايزاه، عايزه الياسمين، عايزه الفل، عايزه اي البنفسج اللي انت عايزاه. انا اخترت هنا ريحه الياسمين. بصي بقت تقيله قوي ازاي. انا هتنيني اخفف فيها. عايزه اقولك وانا بعبيها ما كانتش بتنزل من قلب القمع. ولذلك حطيتها بقى في الازايز اللي بقها واسع دي عشان اقدر انزل القوام التقيل ده. بصي عامل ازاي، ما شاء الله بجد. انا كنت بدفع المبلغ الكبير ده ازاي؟ فعلا صدق اللي قال بتوع المنظفات دول، بس ميه، اديله ميه وحطي حاجه بسيطه تعمل لك جردل قد كده. ما شاء الله تبارك الله، بجد بجد وصفه خطيره جميله. اهم حاجه انها موفره جدا جدا. اسعار الدوني بره بجد بقت كبيره، بقت كبيره جدا. يعني جميله. عايزه اقولك الاطباق نفسها وانا بغسلها كده ورميتها في ارضيه الحمام ادت ريحه جامده، ريحه عظمه، جميلة جدا، موفرة جدا. بجد بجد وصفة خطيرة. ما تشتروش تاني من بره زي ما انا كنت بعمل، لا اعمليه في قلب البيت. واعملي بقى جراكن جراكن كده واستخدميه. اساسا المكان اللي محطوط فيه الجراكن ريحته جميلة. واختاري الريحة اللي انت عايزاها على حسب ما انت وولادك بتحبيه. بصي قوامه تقيل ازاي، وممكن تخففيه عن كده كمان، بس انا حبيت ان انا اوريلك التقل بتاعه جميل قد ايه وحلو قوي قد ايه. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. كل سنة وانتوا كلكم طيبين. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايميل بسيوني. بجد والله وصفة بجد جميلة، وصفة بجد حلوة قوي. ما تشتروش تاني من بره. حبيبة قلبي اسيبك في حفظ الله. اعمليه بقى كده وخلي بيتك ملان ريحة حلوة. عايزة اقولك وانتي بتسيقي ممكن تحطي حبة كده يقلبوا لك كيان البيت وانتي بتسيقي. حبيبة قلبي اسيبك في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.